هل سلمان القريني ما يدري ان طارق التويجري هو مسؤول الاحتراف؟ ما عنده شيء رسمي. انا اتكلم عن دوري اوراق رسميه. هذه جزئيه دوري ثاره. الجزئيه الثانيه انا اضع يدي في يد المهندس طارق التويجري طالما انه يبغى ينفذ عقوبات صارمه على الجميع. بالعكس انا معجبني من هذه الناحيه وانا اقولها على الهواء. بالعكس ابارك له الخطوه هذه. لكن تعجبني اللعبه البرازيلي لكن لكن ابى اجيك في لكن الحين. المهندس طارق يقول، وانا ما قلت، هو اللي قال، يقول ان كان هناك خشيه من التصادم مع الانديه الجماهيريه من الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي صح ولا لا؟ اي كان هناك خشيه من، وعشان كذا انا رفضت الاستمرار. طيب انا بسالكم سؤال الان، القرار اللي طلع اليوم اقوى في حق النصر ولا الهلال؟ النصر طبيعي، لان حرمه. اذا معناته الاتحاد السعودي ما يخاف من التصادم مع النصر. لا، لانه مرتكب اول مخالفه، اساس المخالفه النصر. لحظه يا جماعه الخير، انا الحين ماني قاعد اقول لكم شيء من عندي. خففها بس. انا قاعد اقول الان العقوبات اللي كان بيصدرها طارق التويجري فترتين على النصر وفتره على الهلال، وغرامه لكل واحد منهم نفس الشيء 500,000 بالضبط. هذا اللي يشاع، بس ما حد قال. لا انا ادري هذا اللي يشاع، احنا ندري بعد، بس هذا اللي يشاع يعني معني ما في شيء رسمي. معليش، ولكن خفضت الان. معناته ان الاتحاد السعودي يخاف من التصادم مع الهلال، ما يخاف من التصادم مع النصر. طيب يا انا هذا ابو تركي، من اللي سوى المشكله كلها؟ من هو اساسها؟ الوكيل. الوكيل؟ ابجيك الحين. لا، النصر ما عنده بجيك. لا بجيك. الان يا جماعه من اللي اقترف ما نبقى الجريمه الاشكاليه ابو عبد الرحمن. الان احنا ليش نتكلم في كلام انشائي؟ ليش ما نتكلم؟ اسمعني بس دقيقه. خليني اتكلم معك كجانب قانوني. لا ما يقصد انا اجي يا ابو عبد ما الرحمن. يقصد. عنده انا اقصد ليش ما نتكلم كثيره الى الليل. خلصنا تفضل. اللي صار من احدث، يعني تخيل لو خلص جزئيته عبد العزيز. توقيع عوض استمر مع الهلال، تصير في لو ما من هنا لبكره من تفاهم. خلاص ابو عبد العزيز.